رواية أولاد الناس، ريم بسيوني، ثلاثية الممالي. على هامش الرواية: استمر اسم المهندس الذي صمم وشيد مسجد السلطان حسن في القاهرة مجهولا حتى عام 1944، عندما عثر الأثري حسن عبد الوهاب على نص في طراز قصي بالمدرسة الحنفية داخل المسجد يذكر اسم السلطان حسن بجانب اسم مشيد العمائر الذي شيد المسجد، وكان اسمه محمد بن بيليك المحسن من أولاد الناس. أتساءل دائما ماذا يحدث لأولاد الناس في هذه المدينة؟ هل يتوهون بين أروقتها وينصهرون بين بقية الناس؟ هذه المدينة غريبة، تبتلعك كالنهر وتفقدك الذاكرة والهدف. كلنا فيها مجاذيب. فاطمة، 2005. زيارة والدها في مصر كانت دائما حملا على عاتقها منذ سن المراهقة، ولكنه اليوم يحتضر. فالزيارة ضرورية، ليس فقط من أجل الإرث، بل من أجل الوداع وسماع النصائح الأخيرة. تحمل غبار القاهرة ساعات ممكن في هذه الحالات. منذ رحلت مع أمها في الخمسينات إلى إيطاليا لم تزر مصر إلا مرات قليلة. تبخر الأب من طفولته وبقى في بلاد الغبار بلا وداع ولا شرح. تركها غاضبة ولم يهدأ الغضب منذ حينها، والآن حياتها هناك وأولادها هناك. لم تعد مصر سوى ذكرى بعيدة، لم يتبقى من ملامحها سوى بعض الصخور والأعمدة، ولم يكن والدها قط سوى رجل تسمع عنه القصص البائسة من أمها، رجل يفضل الأعمدة والصخور على البقاء معها وحولها. ولطالما ردت والدتها في بؤس إنه رجل أضاع حياته باحثا عن حلمه، وفي الأثناء اختلط في عقله الثمين ولم يدرك قيمة الأشياء. هكذا ردت والدتها. أما هي فلم تسامحه وهو بكامل صحته، ولن تسامحه لمجرد أنه يحتضر. فالموت لا يغفر الذنوب بل يعجل بالحساب. عندما دخلت المستشفى كان جالسا على سريره يقرأ بعض الأوراق. قبلته في فطور ثم سألته عن حاله، وأعطته القارورة الزجاجية التي اشترتها له ب50 دولارا في الصيف الماضي. قال وهو ينظر إلى القارورة الزجاجية: من أين أتيت بها؟ فقالت وهي تتوقع نقده وتستعد له: من فينيسيا، قلت لي من قبل أنك تحب الزجاج. قال في شيء من الحماس: أعشق الزجاج وأعشق زجاج فينيسيا، ولكنها رخيصة مثل كل شيء حولك. قالت في غضب: حولي هنا؟ حولك هناك. تنتقد وتأمر كعادتك، لابد أنك بخير يا أبي. صمت لحظات وكأنه لا يسمعها، ثم سأل السؤال المعتاد: متى تعودين إلى مصر؟ وأجابت الإجابة المعتادة: لا عودة لي لمكان لا أعرفه، عشت فيها سنين قليلة. وأجاب نفس الإجابة المعتادة: ستندمين وستعرفين. لم تفهم كلماته قط، ولا لماذا يأتي الندم قبل المعرفة وليس بعدها. قالت وهي تربط على يده: ستكون بخير يا أبي. التقت أعينهما برهة ثم قال: دوما نبغي الرضا والوصول مستحيل. ظننت أنني بانتهاء مهمتي وتكملة الطريق إلى الحقيقة وكتابة نهاية القصة سأشعر بالراحة ولو أياما معدودات، وعند الوصول وانتهاء الطواف حول الهدف يأتي فراغ النفس وحسرتها على الانتهاء. اللهفة أهون من الوصول، والتوقي إلى المستحيل يملأ النفس شغفا ولا يفرغ منها العيش. وصلت إلى النهاية والفراغ لم يمتد. مثلك يا ابنتي. لم تفهم كلماتي، ولكنها قالت مسرعة: أنا سعيدة في حياتي، بل لم تذوقي طعما للفرح. قالت في مرارة: وكيف لك أن تعرف؟ وحياتك تملؤها كتبك العلمية وأبحاثك فقط. مرارتك تنسكب من كلماتك يا ابنتي ومن حقدك وغضبك. تركت زوجك، أليس كذلك؟ على كل أنا لا أكتب الأبحاث فقط، بل القصص أيضا. انتهيت منها منذ بضعة أيام، كانت حلما وبحثا وحياة. تركتني بهوة في النفس لا يملأها إنسي ولا جني.
لن تفهميها ولن تدركيها. تتكلم عن نفسك من جديد، ظننتك تهتم ولو بالكذب بحالي وحال أحفادي. لم يسمعها. قال في الشروط: في عام 44 ناداني أستاذي الدكتور حسن لأرى ما وجد وأشاركه الاكتشاف. أساتذة الماضي يختلفون عن أساتذة اليوم. كان يريدني أن أبحث وأفهم. بحثت وفهمت. قضيت الوقت في البحث، الكثير من الوقت. نظرت إليه ولم تفهم، هل يهذي؟ هل يحتضر؟ أم يبوح بسر خطير؟ ياسمين، خذي هذه الأوراق وانشريها. اكتملت الرواية. هي ليست رواية، هي قصة حقيقية. لدي كل الأدلة والتفاصيل. اذهبي أولا إلى مسجد السلطان حسن في قلب المدينة وابحثي عن الاسم. لم يعرفه أحد من المؤرخين طوال الأعوام الماضية، حتى اكتشفه الدكتور حسن في أحد أركان المسجد. محمد ابن بيلك المحسني كان مهندس الذي بنى المسجد، ولم يكن من المماليك، كان من أولاد الناس. هل تفهمين أهمية هذا الاكتشاف؟ قضيت عمري أبحث. ذهبت إلى قرافة المماليك، رأيت بقايا المسجد والأسماء على المقابر، رأيت مخطوطة المصحف في دار الكتب، لم تزل هناك، وجدت كل شيء. فأنت تتكلم عن أبحاثك من جديد أبي. ليس لدي وقت لهذا، سأعود غدا. هذه وصيتي الأخيرة: انشري الرواية واذهبي إلى المسجد وابحثي عن الاسم في أركانه. موجود، لم يزل موجودا كالمدينة التي تبتلع وتصهر وتبدع وتبعث كل يوم. نظرت إليه ولم تجب. قال في أسى: لن تذهبي، أعرف. خذي هديتك معك إذن يا ياسمين. حرمتني من رؤية حفيدتي، تعرفين؟ قالت في برود: طلبت منك زيارتنا في إيطاليا ورفضت. لا أحب مشاهدة البؤس والخداع. أي بؤس وأي خداع؟ بؤسك أنت وخداع البصر من حولك. لا بأس. ثم أكمل في حماس وصوت مبحوث: عند دخولك البيت ستجدين مشكاة من فينيسيا مصنوعة من زجاج المورانو الأصيل. أصالتها لا يفهمها سوى الباحث والعالم، وتاريخها منا وبنا أغلى من قارورتك بكثير. أعطها لحفيدتي جوزيفين هدية وانشر الأوراق. أعطاها الأوراق، لم تنشرها قط ولم تنفذ وصيته، ولكنها أعطت المشكاة والأوراق لابنتها قبل موتها بعد 12 عاما. نشرتها ابنتها بعد ذلك مباشرة، وها هي. الباب الأول: غزوات. في الإبداع فن، وفي خروج المارد موت بطيء للقلب وفجوة للنفس، وفي بلوغ المراد مرارة الوصول وانتهاء الطريق. شاد العمائر. الفصل الأول: 1309 ميلاديا. الفصل الأول: 1309. هذا الحدث الجلل كان يمثل سابقة خطيرة وغير مألوفة. اجتمع العلماء والتجار لمناقشة الأمر والبت فيه، وخطورة الأمر جعلت الاجتماع مغلقا، وكل من يدخل الحجرة من الموثوق في ولائهم وإخلاصهم وتدينهم. فلو وصل خبر الاجتماع للمماليك فسيحدث ما لا تحمد عقباه. ومع أن التاجر أبا بكر معروف بسيرته السمحة وعطائه السخي وأصدقائه الكثيرين، كان بداخله يخاف بطش المقاتلين، فالقتل عندهم سهل ومستساغ، وقطع الرأس أسهل من السلام والمصافحة. وما يهز وجدان التاجر ليس الخوف من موته هو، ولكن من موت أعز شيء إلى قلبه. قال كبير التجار في لوم أبي بكر: لم تربي ابنك ولم تعلمه، هذا جزاء الغطرسة والكبرياء. ثم قال الشيخ عبد الكريم في رفق: للشاب الصغير أهواؤه، وللتهذيب النفس موعد ومكان، والله غفور رحيم، نفكر في حل وفي طريقة للخلاص. قال التاجر أبو بكر: ابني الوحيد، كل ما تبقى لي بعد الوباء. مات أولادي 9 ولم يتبقى إلا هو وأخته، اختفى من على وجه الأرض. لو لم يكن هذا ظلما فما هو الظلم؟
قال الشيخ عبد الكريم مسرعا: لا تسيء الظن بالخلق ولا تتسرع ولا تأمن هذا المجلس، كلمة ظلم لها عواقبها الآن، وإذا اختفيت أنت أيضا مع ابنك فمن يتبقى لابنتك ولزوجتك؟ اهدأ واقرأ ما تيسر من القرآن، الحل موجود إن شاء الله، والأمير محمد ليس كبقية الأمراء، على الأقل يتكلم العربية ويجيدها. قال الأب مسرعا: هو أسوأهم على الإطلاق، فليحترق في نار جهنم. تبادل الحضور النظرات في خوف، ثم قاموا جميعا للانصراف. فقال أبو بكر في ترج للشيخ عبد الكريم: لا تتخلى عني يا شيخ. ربت عبد الكريم على يده وقال في جدوه: كلماتك أخافت الحضور، توخى الحذر يا أخي، لم أعهدك هكذا. هو ابني يا شيخ، لا تيأس من رحمة الله، لم تسمع خبر موته بعد. بدأت مأساة أبي بكر في صباح نفس اليوم المشؤوم بعد الوباء. تبقى لأبي بكر ولد وبنت، أحمد وزينب، بعد أن شاهد موت جميع أولاد الواحد تلو الآخر، وهرب بطفليه إلى الصحراء ومكث بها شهورا مترقبا وخائفا وتاركا بضاعته والخام وكل القاهرة. عندما عاد إلى القاهرة بدأ حياته من جديد، وفتح الخام وعاد العمر إلى صوابه، وبدأت تجارة الحرير تزدهر وأقمشته تشتهر مرة أخرى، وعاد كما كان من أشهر تجار القاهرة وأغناهم. كان يجامل الأمراء ويدفع الضرائب ويهاود كل السلطة وأصحاب النفوذ، واستقر عالمه، وأصبح طفلاه هما كل ما يريد في الدنيا وكل سعادته. أحمد كان شديد الطيبة والسذاجة، لم يتمرس في الحياة ولم يتعلم تجارة والده. حاول الأب ولم يستطع أن يسقيه العلم غصبا وعنوة. أما ابنته زينب فكان يقدر بها أن تكون هي الولد، ذكاؤها وفصاحتها فاقت فيهما الجميع. تعلمت وامتصت الكتب امتصاصا، كتب الفقه والجبر وكل ما تقع عليه عيناها. فضولها وحيويتها جعلاها قرة عين والدها، ولم تفهم أمها هذا التمرد في شخصيتها ولا تصرفات الرجال التي تتقنها. كانت تراجع حسابات الأب وتنصحه لو وقع في مشكلة، وكانت صديقته المقربة، وهي لم تزل دون 18، وزفافها كان بعد أسبوع على ابن عمها يوسف، وهذه مأساة أخرى، فيوسف أيضا اختفى مع أحمد. عندما طلب الأب من ابنه أن الأفضل يصطحب أخته إلى الخان لتختار بعض الحرير وتشتري بعض الأغراض من أجل جهازها، طلب الأب من ابنته في الخفاء أن تراجع حسابات الخان دون أن يلاحظ أحمد. هزت رأسها وقالت في قوة: أوامرك يا أبي. خبر خروجها اليوم للخان وصل إلى خطيبها وابن عمها يوسف كما أرادت وكما خططت. يوسف هو حبيبها منذ الطفولة، وعندما توقفت عن اللعب معه كانت تعرف أنه من نصيبها وأنه قدرها الجميل. كان ملاكا في شكله وأخلاقه وحلم كل البنات من حولها. لقاءاتهما كانت قصيرة، وكلماتهما بعد سن الطفولة كانت مقتربة، ولكنها تحمل نفس الشوق والحب. كانت تنتظر قدومه وتلاحظه من نافذتها وتراقبه من بعيد، وكثيرا ما شعر بها فابتسم لها في حنان، ومرة قبل يده وألقى القبلة على نافذتها، فذاب القلب ولم تنم ليلتها. تأجل زواجهما 2 بسبب الوباء والموت الذين حاصر عائلته وعائلتها، والآن لم يتبقى إلا القليل، وتكون له هو فقط زوجته، تحيا في داره وتضحك معه وتلهو كما كان يفعلان في الماضي، بل ستستطيع لمسه وعناقه وأكثر. قلبها كان فرحا طول الطريق القصير إلى الخان، وما أن وصلت حتى أحكمت خمارها حول وجهها وبدأت في مراجعة الحسابات وهي تترقب وصول يوسف. كان أخوها يتكلم مع التجار ويقف خارج الخان في زهو وثقة ومستقبله المشرق وحياته المستقرة. وجاء يوسف ودخل الخان بعد أن صافح أحمد، وعيناه تبحثان عن عروسه وكل ما يحلم به. التقت أعينهما فابتسما وقلبها يخترج من الفرحة. وقال وهو ينظر إلى خارج الخان: زينب، لم يتبقى إلا أسبوع. قالت في صوت خافت: أعرف، أحبك يا ابنة عمي، تعرفين كم أحبك. طأطأت رأسها وأزاحت الخمار بعد الشيء وهي تنظر إليه وقالت: كم تحبني؟ التفت حوله
كان أحمد يتكلم مع رجل في حماس ولا يكترث بهما، فأمسك بيدها في شجاعة وقوة وقال: أنت كل ما تمنيته في حياتي. أبعدت يدها في ارتباك ثم قالت: لابد من الصبر. صبري نفد منذ وقعت عيناي عليك منذ زمن طويل. جمالك يكتب في الأشعار، لم أرى مثله لا في بلاد الشام ولا في الشراكسة. قالت في دلال: وكم بنت الرأي، عيناي لا تريان غيرك. أمسك بيدي مرة واحدة. ترددت قليلا ثم مدت يدها فهم أن يمسك بها، ولكنه سمع صوتا عاليا خارج الخان، فالتفت إلى أحمد وكان يتكلم في حدة مع جندي مملوكي. اتجه إليه يوسف مسرعا، وأحكمت هي الخمار حول وجهها وتقهقرت داخل الخان وهي تتابع ما يحدث في الخارج. قال أحمد في الزهو: أنا ابن أبي بكر، لا يمكنك الكلام معي هكذا، إما أن تشتري الحرير وإما أن ترحل. نظر إليه الجندي في ذهول وفزع، والتفت إلى زميله ويوسف يفتح فمه في خوف، ثم أمسك الجندي المملوكي بقطعة الحرير وأخرج سيفه وشطرها نصفين، ونظر إلى أحمد في تحد. التقت أعينهما وفار أحمد فورة الشباب ودفع بالجندي فوقع على الأرض، ثم صرخ فيه وأمره أن يرحل. في هذه اللحظة توقف السوق عن الحركة وتجمد العالم كله، وأصبح الجندي 10 فالتفوا حول الخام، وزينب تشهق في فزع وتمتمت لأخيها وهي تخرج من الخام: ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ قال يوسف مسرعا للجندي: اقبل أسفي. ثم أمسك بقطعة الحرير أمامه وأعطاها له قائلا في رجاء: خذها بلا مقابل وارحل. قال الجندي وهو يقوم: ليس قبل موتك أنت وهذا البغث. فتح أحمد فمه ليعنفه، وفورة الشباب قد ضغط على كل العقل والمنطق، وزينب تنظر حولها في يأس وعجز وتتوقع نهاية عمرها في أي لحظة. لاحظت الحصان خارج باب الحارة وفوقه رجل بدا له أنه الأمير، فالجنود حوله في كل مكان. جريت بأقصى سرعة وقلبها لا يشعر إلا بحسرة والدها على ابنه الذي سيقتل في التو واللحظة بسيف الجندي المملوكي. خرجت من الحارة وهي تصرخ: مولاي الأمير، مولاي الأمير. التفت الأمير إلى الصراخ القادم من ورائه ونظر إليها وهي تجري ناحيته، ومع أن وصلت حتى قالت وهي تلهث: أغثني، أتوسل إليك أن تغثني. كان الخمار قد وقع منها وهي تجري في طريقها، والعرق يتصبب من جبهتها وعيناها الواسعتان تنظران إليه في فزع. قال وهو لم يزل يمتطي جواده: ماذا تريدين؟ قالت وكلماتها تخرج سريعة: أخي سيقتله المماليك، لم يفعل شيئا، سيقتلونه، أغثني. قال في عبوس: المماليك لا يقتلون العامة. قالت مسرعة: أتوسل إليك أن تنقذه. أطال نظره إلى وجهها وشعرها الطويل الذي يكاد يغطي جسدها، ثم قال: أين خمارك؟ وماذا تفعلين في السوق من الأساس؟ خروج النساء أدى إلى الوباء والموت. عودي إلى بيتك قبل أن أقرر جلدك الآن في وسط الحارة لتكوني عبرة لكل النساء. نظرت حولها وهي تبحث عن خمارها، واليأس يسيطر عليها. موت أخيها محقق على ما يبدو، لابد أنه قتل الآن. رأت أخاها أمامها مربوطا ورأسه منتكس، ويوسف أيضا، والمماليك يسيرون بهما في اتجاه الأمير. نظر الأمير إلى الرجال خشدشيته وقال في حزم: ماذا فعل؟ قال الجندي وهو يطأطئ رأسه: هذا الشاب تعدى على الجنود يا مولاي وسط السوق وأمام العامة. فتحت زينب فمها مسرعة وقالت: لا لا، لم يفعل، أقسم لك يا مولاي الأمير لم يفعل. الجندي قطعها في قوة: تتكلمين مع الرجال وتسيرين في الحارة بوجه سافل، من أنت؟ أحد المجاذيب؟ قالت في توسل: اعذرني، هو أخي الوحيد، نحن من عائلة أبي بكر، سيرته عطرة ولم يؤذي أحدا، أغثني يا مولاي، واعفو عن أخي وابن عمي. قال في قوة: ما اسمك؟ زينب. عندما يعتدي العامة على الجنود ماذا يحدث للبلاد يا زينب؟ تعرفين؟ يعم الخراب ويعبث الفاسدون فسادا في حرية وبلا رادع. أنا صبور معك لأنك شجاعة. ثم قال في حسم لجنوده: خذوهما إلى السجن لأبت في أمرهما. هيا عودي إلى بيتك. التقت أعينهما، فتحت فمها لتنطق، ولكن عينيه أخافتاها، وشعرت أنه سيقطع لسانها لو نطقت بكلمة واحدة، فطأطأت رأسها وقالت: أشكرك وأدعو لك يا مولاي، العدل من سماتك. لم يجب.
جرت إلى بيتها وعالمها قد انتهى ودنياها التي تعرفها لم يعد لها وجود، ولكن القبض على يوسف وأحمد لم يكن هو الحدث الجلل. صرخت الأم واستأجرت نادبة خصيصا للصراخ طوال اليوم، فالفقد هذه المرة له مرارة ليست ككل مرة، ولم يستطع الزوج أن يسكتها، ولم تستطع كل نساء الحارة أن يسكتنها، فأصبح وجود أبي بكر في البيت مستحيلا وسط العويل والسب العالم والاستغاثة بكل أهل البيت وكل الشيوخ. وأغلق أبو بكر الخان وبقى في المسجد طوال اليوم يدعو الله ويتكلم مع الشيوخ والعلماء ويطلب إليهم الوساطة. بعد أسبوع من حادثة اختفاء أحمد ويوسف وخطفهم من جنود المماليك، اقترب الشيخ عبد الكريم من التاجر أبي بكر وقال في هجوم: لدي أخبار لا أعرف إذا كانت جيدة أم لا. قال أبو بكر وهو يمسك بالمصحف ويجلس القرفصاء: تعذب ومات من التعذيب؟ عذبوه وعذبوا ابن أخي؟ قال عبد الكريم: لا أعرف، أعتقد أن ما فعله جريمة يا أخي، تعدى على من يحمي البلاد ولم يظهر احترامه لمن يضحي بعمره من أجلنا، ربما عذبوه وربما لم يزل حيا، جاءني خبره اليوم. قال الأب في لهفة: أين هو؟ قال عبد الكريم في بطء: الموضوع صعب يا أخي وغير مسبوق، أعطيهم كل ما أملك. الأمير محمد لا يحتاج إلى المال ولا يحب فرض الضرائب. أتكلم معه وأتوسل له، أعاقب ابني بنفسي، أجلده على الملأ ويفرج عنه هو ابن عمه. قال عبد الكريم: العلماء توسطوا لك وتكلموا مع الأمير، ذهبوا خصيصا للروضة لطلب الشفاعة، فالكلمة الطيبة صدقة يا أخي، لو تمسك العامة بتعاليم الدين لكان حالنا تغير. وافق الأمير على أن يفرج عنه. ساد الصمت برهة، ثم قال عبد الكريم: قلت لك بعد الوباء أصبح كل شيء غريبا، وكل الصدمات تخرج من جوف الأرض، حتى المماليك أصبحوا يتصرفون تبع أهوائهم. سيفرج عنهما. تعرف أن الأمير حارب المغول والصليبيين من أجلنا، الاعتراف بالحق فضيلة. هل وعد بأنه سيفرج عنهما؟ سكت عبد الكريم لحظات ثم قال: سأفكر في الأمر، خذني إليه أتكلم معه وأطلب صفحة. ليس بهذه السهولة. ماذا يريد؟ أفعل أي شيء ليطلق سراح ابني. قال عبد الكريم: صدمني طلبه، قلت لك كل شيء تغير بعد الوباء ورحيل السلطان الناصر محمد بن قلاوون. قال أبو بكر: تقصد هربوا؟ التفت حوله ثم قال: تصرفاتك وكلماتك ستودي بحياتك أنت أيضا. اسمعني يا أخي، الأمير يريد الزواج من ابنتك. كان وقع الطلب كوقع سقوط صخور من جبال مقطم على رأس أبي بكر، لم يكن فقط مفزعا ولكنه كان أيضا غير مألوف. قال أبو بكر: المماليك لا يتزوجون من بناتنا، هذا طلب غريب. قال الشيخ: أعرف، طلب غير مألوف. كانوا يتركوننا لحياتنا ويعيشون حياتهم، لا يتدخل أحدنا في حياة الآخر، ندفع الضرائب ونحيا في استقرار، ويدافعون عن البلاد ويحيون في قصورهم وقلاعهم خارج القاهرة. ماذا حدث؟ لماذا؟ قال الشيخ في جدية: لا أعرف ولم أتوقع هذا الطلب. ابنتي مخطوبة لابن عمها، ما هذا الذل؟ يريد أن يأخذ ابني وابنتي، أقتله بيدي هذا الأمير؟ لو لم تتوقف عن هذه الكلمات لن أساعدك، لابد من الحكمة في هذه المواقف والجدال بالحسن. ابنتي مخطوبة إلى ابن عمها وحفل زفافها كان سيكون اليوم، لن توافق ولن أوافق. أرمي بها إلى المملوك؟ هو أمير مئين تحت يده 100 مملوكي أو يزيد، ويتقدم 1000 جندي في الحرب. هل فقدت صوابك؟ ولكنه مملوك، قراره ليس بيدي، كان عبدا ثم أصبح أميرا، وربما لا يزال عبدا، لا أعرف، غريب على أرضنا، لا هو منا ولا هو يعرفنا، ولا نعرف من أين أتى ولا من أهل بيته، ومهما امتلك من جنود فهو مملوك وغريب، وولاؤه ودينه مشكوك في أمرهما، لا نعرف حتى ماذا كان دينه في بلاده القديمة. لا يعيب الرجل سوى ديني، وهو مسلم ومتدين، وكلنا ملك لله، من منا يملك مصيره؟
ابنتي لن تتزوج من المماليك سيقتلها. قسوتهم تبتر القلب يا أخي، نعرفها جميعا. يا شيخ، أهل مصر أحرار، لم يستعبدهم سلطان ولا خليفة، كيف لهم أن يتزوجوا من العبيد؟ يحكمون كمن تطلق عليهم عبيدا يا أخي، ويقدرون قوتك ويعاقبونك لو ارتكبت خطأ. لم يكن من عادتهم الاقتراب من العامة، يفضلون النساء من بلادهم، يعربدون في البلاد كيفما يشاءون ولا يقتربون من ابنتي. يحكمون العبيد لا بأس، ولكن لا يصاهروننا ويصبحون منا، لا يمكن ولا يجوز. قال الشيخ: يا أخي، الأمراء يعرفون أن أهل مصر يطلقون عليهم مماليك لأنهم في الأصل ليسوا أحرارا، فلا يؤذيهم هذا الاسم، لأنهم يقولون إن الملك لله وحده وليس لأحد، فكلنا ملك لله، وأعتقد أنهم على صواب. قلت لك: الملك لله. قال أبو بكر في تهكم: ما أعظم ورعهم وتقواهم، ها هو ذا مملوك يقضي على بقية عمري بسطوه وظلمه ويدعي أن الملك لله. صمت الشيخ برهة، ثم قال: الأمير محمد رجل صالح، لم أرى منه سوى كل خير، لن يحدث. قلت لك: نفكر في طريقة للخروج من المأزق وإنقاذ أحمد ويوسف أيضا، لن يستطيع الزواج منها إلا بإذن من السلطان. أي سلطان، الهارب أم المغتصب؟ ماذا حدث لك؟ هذه محنة، والصبر واجب في أوقات البلاء، كيف سيسمح له السلطان بالزواج من العامة؟ هل لديه زوجة من المماليك؟ ليس لديه زوجة. كيف رأى ابنتي؟ هل رأى ابنتي؟ كيف عرف أن لي ابنة؟ المماليك يعرفون كل شيء، ربما لم يرها، ربما سمع عنها. أخي، الأمير قال أنه مستعد للإفراج عن يوسف وأحمد إن تزوج ابنتك. هذا البلاء ليس بعده بلاء، أغرقها في النهر ولا أجعلها تلقى هذا النصيب. نفكر في طريقة لنقنعه بأن يفرج عنهما ولا يتزوج ابنته. لا نريد أن يبدأ المماليك في التفكير في نسائنا، لو فتحنا هذا الهويس فسينتهي أمرنا لا محالة. جلست زينب تستمع إلى كلام والدها في صمت، وأمها تبكي بلا توقف. بدا الأب بعينين منكسرتين ومترددتين. لم ترى والدها في هذا الحال من قبل قط، حتى بعد أن دفن ولدا وراء ولد بسبب الطاعون. قال في ضعف: لن أضحي بك يا بنيتي لإنقاذ أخاك، لن يحدث، أنت عندي أغلى منه. قالت الأم في جفاء: لن تضحي بها، ستزوجها، فرق كبير بين هذا وذاك. ربطت فاطمة ابنة خالة زينب على كتف خالتها وقالت: إيدائي يا خالتي، أحمد بخير، أنا متأكدة. ولكن الأم لم تتوقف عن البكاء وزينب لم تنطق، والأب يضرب كفا بكف ويقول: طلب غريب، عهدت المماليك يطلبون الرشوة أحيانا والإتاوات، ولكن هذا الطلب غريب، ليته طلب كل ثروتي ولم يطلب هذا. إذا كانوا يضربون الرقاب لكل من فكر فيهم بطريقة لا تعجبهم، فماذا يفعلون في زوجاتهم؟ لا أتخيلك مع مملوكي. أين رآك؟ أين رأيته؟ أتعرفينه؟ لم تنطق زينب، انكمشت داخل نفسها كما تفعل في لحظات العجز. عاصرت الكثير من العجز مؤخرا والموت واليأس، ولم يكن قد تبقى على اجتماعها بحبيب عمرها سوى أسبوع. جهزت كل شيء، اشترت كل الملابس والأثاث، ووضعت الحناء، وتكلمت مع والدتها على ليلة الدخلة بالزوج وفقد العذرية، وما سيحدث وما سيكون وما يجب عليها فعله وقوله. كانت لحبيبها بعقلها وروحها أي دمار يحدث لهذا البلد، وأي خراب وأي حزن يلاحقها، وباء يهز أركان العمر، ثم حسرة تأكل القلب. والآن يتحطم كل شيء، كل شيء. لو لم تخرج في هذا اليوم المشؤوم، لو لم يرها الأمير، لو لم يذهب خطيبها للقائها، ولو الندم عادة غير مقدم، والمحن تحتاج إلى عقل مدبر وسريع الفهم والتأقلم. ربطت على يد والدها ثم قالت: أبي اثبت، لابد أن هناك مخرجا. قال: في حسب، لن أزوجك الأمير وليفعل ما يفعل. صاحت الأم في عصبية: ستتزوجه، لابد أن تتزوجه، يقتل ابني لو لم تتزوجه، هي البنت وهي تضحي، لدينا ابن واحد. قال الأب: وابنة واحدة، لن تموت، سيقتلها كل يوم آلاف المرات، ليتها تموت. كيف تعرف هذا؟ ما نسمعه عن المماليك ليس صحيحا، هم بشر مثلنا.
أنقذونا من أهوال التتار والصليبيين يشيعون النظام والأمان. لا تتكلم كأحمد ويوسف كلام الشباب الطائش الذي لا يقوى على حمل السلاح. من تحلم بالزواج من أمير؟ قال في حسب لن تتزوجوا. قالت الأم لابنتها زينب تكلمي، ولكن زينب بقيت صامتة. فقال الأب الشيخ عبد الكريم سيتكلم معه، لابد أن الدين يردعه.